أنت الذي من نورك البدر اتسع، والشمس مشرقة بنور ذهاك، والشمس مشرقة بنور ذهاك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. عزومة عندنا النهاردة عزومة. تعالوا نشوف ازاي تقدري تحضري نفسك وتجهزي كل العزومة بتاعتك، عزومة حقيقي تشرفك قدام أتخن تخين كمان. حقيقة أصناف جميلة تقدري تظبطيها، وكمان عزومة سريعة، مش لازم تكوني مرتبة قبل كده مثلا ومتبلة ومجهزة نفسك من كام يوم. لا، في يوم واحد تقدري تعملي كل حاجة. أهم حاجة قبل العزومة ان انتي تكوني مجهزة شقتك، دي أهم خطوة. الشقة يعني مثلا هعمل الأكل أنا كله النهاردة في يوم واحد، فجهزت الشقة بتاعتي من قبلها بقى، كانت نظيفة متروقة، الأوض من بره، الحمام نضيف، المطبخ نضيف ورايق. كمان لو عندك مثلا العزومة دي من أهل البيت أو من حد قرايبك، فطبيعي ممكن يدخل جوه في الأوض، فتكوني كمان مجهزة حاجتك وتنضفي الأوض، يعني استعداد لو حد مثلا دخل أو حاجة، فتكوني مجهزة كل حاجة. باحب جدًا أنا في مثلًا لمّا يبقى عندي عزومة، أجيب كده ورقة وقلم وأكتب كل الأصناف اللي أنا عايزة أحضّرها. باكتب الأول عدد الأفراد اللي هم مثلًا معزومين عندي، لو مثلًا هم بيحبوا حاجة معيّنة مثلًا لحوم، أسماك، كذا، يعني حُطّي ده في اعتبارِك، يسهّل عليكِ أوي التفكير في الأصناف اللي أنتِ ممكن تعمليها. تقدري بقى تفكّري طبعًا حسب إمكانياتِك، يعني هتقدري تجيبي إيه، توفّري إيه، تعملي صنف واحد لحوم أو صنفين، كل الحاجات دي حسب الإمكانيات وحسب عدد الأفراد طبعًا اللي هم جايين. فبتسهّل عليكِ الورقة أوي، تقدري بقى بتكتبي الحاجات المتوفّرة عندِك في البيت، إيه مثلًا الحاجات اللي أنتِ هتنزلي تجيبيها. أحيانًا مثلًا أنتِ بتطلّعي الحاجة اللي عندِك في الفريزر، تقولي أنا عندي كذا وكذا وكذا، طَب أعمل صنف منّهم كذا، فتقدري كمان توفّقي أصناف من الحاجات المتوفّرة عندِك، يعني عشان ما تغرميش وتجيبي حاجات من برّه. أول حاجة أنا عملتها بقى هنا طبعًا المحشي، أساسي في أي عزومة لازم محشي. فعملت بقى المحشي. أنا كنت مسبّكة الصلصة دي معاكم، اللي هي الصلصة بالبصل، وكنت باشيلها كده في الفريزر، بتسهّل عليكِ جدًا حقيقي، يعني بتسهّل عليكِ بالذات عزومة أو أنتِ حتى غدا عادي كأسرتِك. قطّعت بقى الخضرة وغسلتها وغسلت المحشي وعملت بقى الخلطة أهي معاكم زي ما أنتم شايفين. حطيت بقى الرز بعد ما غسلته كويس، والخضرة المتقطّعة بالبصل بقى الطماطم مسبّكينها، ونزلت بقى ببهارات المحشي، شوية ملح، فلفل أسود، شوية كزبرة، ونزلت بمكعب كده مرق، معلقتين من الصلصة، شوية من الزيت. هتاخدي بقى خلطة وتخديعة كده الله خطيرة بجد للمحشي. وهابدأ بقى أحشي المحشي بتاعي. عايزة أقول لكل الناس اللي أول مرّة بتشوفني، طبعًا نوّرتوا القناة، أنا شيماء. لو لسه بقى ما اشتركتيش لازم تشتركي إن شاء الله معانا في القناة، دوسي يالّا دلوقتي حالًا subscribe للقناة، وما تنسوش بقى اللايك علشان حقيقي بيشجعني كلامكم الجميل، وحتى ولو كان بسيط ده اللي بيشجعني بجد إن أنا أنزّل فيديوهات تاني، وأبدأ كده يعني أتنشّط، لإني بصراحة حاسة بحالة كده من الكسل وعايزة أفوق شوية كده منها. فخلّصت كده المحشي. أنا كل العزومة دي عملتها في يوم واحد، ما كنتش مجهّزة أي حاجة من قبلها زي ما قُلت لكم، غير إني كنت مروّقة بس الشقة. فخلّصت المحشي كده وشيلته بقى وحطيته في التلاجة لوقت التسوية، إني أنا صحيت من بدري في اليوم ده، قُلت أجهّز كده كل حاجتي، فعملت أول حاجة المحشي وشيلته في التلاجة. ده بقى الكفتة. خلطة الكفتة دي أنا ما كنتش عاملاها المرّة دي ولا ببصل ولا أي حاجة خالص، هي كفتة عادية لحمة مفرومة، عليها بس كده شوية من التوابل،
ملح وفلفل اسود وشوية من بهارات الكفتة. بهارات الكفتة بتفرق جدا في الطعم. وصبعتها كده بالشكل ده بنقطة من الزيت. وكمان هشيل كل حاجة كده اخلصها بشيلها على طول، اغطيها واحطها في التلاجة. هعمل كمان رول الفراخ. معايا هنا نص كيلو من البانيه، كوباية من البقسماط، وبصلاية كبيرة، معايا زيتون. لا دي شمعة عادي وقعت سيبكم منها. وكمان معايا هنا توابل وفلفلاية حمرا وبيضة. تعالوا نشوف بقى هنعمل ازاي رول فراخ اقتصادي يجنن، حقيقي يجنن. بص يعني كل الناس هتنبهر بيه ان شاء الله. هشيل كده كام قطعة من الفراخ وهشيلهم جنب الفلفلاية وهقول لكم ليه. وتعالوا نشوف هنعمل رول الفراخ ده ازاي. هنجيب بقى الكبة بتاعتك مثلا وتحطي فيها بقى ايه. هتحطي أول حاجة صدور الفراخ تتضرب كويس تنعم. وبعدين هنزل بميكس التوابل: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، شوية بابريكا، شوية كاري صغننين. لو بتحبي زعتر حطي، يعني حطي الخليط اللي انتي بتحبيه. وبهارات فراخ اتضربوا كده بالشكل ده. هفضيهم بقى في طبق يعني كبير كده او بولة. وتعالوا نشوف هنكمل ازاي. طريقتها سهلة جدا بجد. بعد كده ما خلاص فرمت الفراخ زي ما انتم شايفين كده، هرجع تاني بقى في الكبة هحط ايه كمية الفراخ التانية بكمان الفلفلاية الحمراء. يعني نفس الطريقة، بس هنا الفراخ من غير فلفل وهنا هحط عليها فلفل. وحطيت عليها توابل من اللي انا كنت حطوها، بس يعني بسيط مش كمية كبيرة. شايفين كده بالشكل ده. وكمان حطيت هنا مع الفلفلاية الرومي دي، حطيت عليها ايه بقى، حتة كده من الخضرة، خضرة بسيطة كده. معايا بقى هنا على الطبق اللي انتوا شايفينه ده حطيت بضاية وكوباية الا ربع من البقسماط. والطبق التاني حطيت الربع كوباية من البقسماط الباقية. يعني انا كان معايا كوباية واحدة من البقسماط، حطيت هنا على الطبق الكبير كوباية الا ربع. والناحية التانية حطيت ربع كوباية. هبدأ اعجن بقى هنا البقسماط بالبيضة بصدور الفراخ بالشكل ده كده. وكمان هعجن الناحية التانية دي اللي هي كام قطعة من صدور الفراخ والفلفلاية الرومي. وكمان شوية كده من الخضرة، شبت على بقدونس على كزبرة حبة صغننين كده يدوني لون مختلف. تقدري على فكرة تعملي كل الكمية كلها مرة واحدة، ما تقسميهاش جزئين زي ما عملتها. انا بس مقسماها جزئين علشان عايزة لونين او طبقتين او طعمين جوه رول الفراخ. يعني حاسة ان انا مش عايزة اعمله سادة خالص. لكن انتي لو هتستصعبي الخطوة دي او حاسه ان هتبقى فيها شغل كتير بالنسبه لك، تعملي بقى كل الكميه كلها مره واحده. نص كيلو صدور الفراخ كله مره واحده على البضايه على كوبايه البقسماط والتوابل، وتدعكي كله كده مع بعضه وهيبقى سهل قوي عليكي. تمام، يعني تقدري تستغني عن الخطوة دي خالص. هنفرد بقى رول الفراخ كده بالشكل ده. وكمان تقدري تفرديه بايديكي بنشابة بأي حاجة، باللي ايديكي كده دهنة بسيطة من الزيت وافرديه. انا فردته علشان انا هحشيه زي ما قلت لكم ايه يعني الحشوة التانية اللي هي زي ما قلت لكم الطعم التاني. لكن انتي لو هتعمليه سليم او هتعمليه زي ما قلت لكم كله يعني قطعة واحدة، مش هتحتاجي تفرديه، هتلفيه على طول رول. انا فردت الكمية دي وكمان هيتبقى معايا هعمل واحد صغير. هفرد بقى الحشوة التانية اللي انا عملتها معاكم، اللي هي الخلطة اللي جوه اللي هي بالفلفل الرومي وكمان الخضرة. بتفردي بقى الطبقة دي بالراحة، مش جامد قوي، يعني يا دوبك كده بتحطي ايديكي بتلمسي كده وبتثبتيها بس جوه خلطة الفراخ. زي ما قلت لكم لو انتي مستصعبة الخطوة دي تقدري تعمليها كلها رول واحد بنفس الطريقة. لكن لو عايزة لونين كده او طعمين مختلفين جوه بعض، تعمليها زي ما قلت لكم كده، يعني زي ما انا ما عاملاها. هنفرد بقى كده كويس بالشكل ده. وهفردها كويس خالص كده بالراحة وبإيديا كده، ونحاول على قد ما تقدري يعني تعدلي ما تخرجيش بره. حبيت بقى كمان أطعم أكتر، فحطيت شرايح من الزيتون المخلي. بتدي طعم حلو جدا، ريحة جميلة قوي قوي للفراخ. انتوا عارفين الزيتون يعني بيبقى مميز كده وليه ريحة جميلة. فحشيته كده بالزيتون الأخضر. تقدري بقى انتي طبعا تحطي جبن، يعني ميكس كده من الجبن، جبن موتزاريلا على شيدر على رومي المتوفر عندك. لو انتي عندك كمان لحمة مفرومة متعصجة تقدري تعمليها، يعني الحشوة اللي انتي عايزاها.
وتقدري تعمليه سادة من غير الزيتون. وكمان بقى نبدأ نلفه كده رول بالراحة زي ما انتوا ما شايفين كده، بالشكل ده. شايفين بتني كده الفويل بالشكل ده واعدل، وكمان الف بالراحة كده، طبعا ما بتبقاش متماسكة قوي عشان ما تلاقيهاش اتفرفطت منك ولا اي حاجة. حابة بقى ان انت تقفليها كويس جدا بورق زبدة وبعد كده ورق فويل وتسلقيها في حبة مية صغيرين وبعد كده تدخليها الفرن، تمام. حابة تدخليها الفرن زي كده على طول وتريحي دماغك، برضو تمام. بس اهم حاجة بقى طالما هتدخليها كده في الفرن زي، متبقاش درجة الحرارة عالية قوي في الاول، وكمان تقدري تغطيها بورق فويل كده من فوق علشان تضمني تسويتها. دهنت الصينية دهنة بسيطة من الزيت وكمان كده من فوق، وهدخلها الفرن وبعد كده هغطيها بالفويل عشان اضمن التسوية. بتطلع جميلة وسهلة قوي. يعني حاولت بصراحة في العزومة دي ان انا اعمل شوية اكلات كده مختلفة شوية، ما يبقاش الاكلات التقليدية اللي بنعملها. جبت كمان بقى عندي هنا سجق وحشوة من البصل والفلفل، دبلتهم كلهم كده مع بعض على النار، سنة توم صغننة وملح وفلفل، وهعمل جلاش بالسجق. بصوا الجلاش ده بقى عملته المرة دي ما دهنتش خالص الطبقات، انا قسمت الجلاش لنصين. يعني نص اللفة حطيتها تحت، نص اللفة فوق، ما حطيتش ابدا ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة بين الطبقات. حطيت بس فوق كده سمنة، وحطيت كوباية اللبن عليها البضاية، وعلى الوش كمان حبيت اعمله زي جلاش شرقي. حطيت شوية من فلفل وزيتون وطماطم وحبة بصل، وجهزت بقى السلطة وكنت لبست خلاص لان هما كانوا على وصول وجم. عملت بقى ملوخية طبعا بقى جنب المحشي، عملت كمان رز بسمتي علشان اقدم معاه الرول. وادي الجلاش اهو بعد ما استوى، شايفين شكله جميل. المحشي كمان كنت سويته اهو، وسويت كمان بقى الكفتة، كنت يعني سويت كل حاجة اهي. هوريكم دلوقتي شكل الرول بتاع الفراخ. بصوا انا كمان كنت سلقه بقى فراخ، سلقتها عادي بس دهنتها بقى بخليط اللي هو الصلصه وملح والفلفل والزعتر والحاجات دي، ودخلته الفرن. وده اهو الرول بتاع رول الفراخ. شايفين بقى شكل الجلاش اهو، حبيت برضه اوريهولكم كده من جوه. ده الجلاش كان طعمه جميل، ادي رول الفراخ طعمه رائع رائع. يعني حقيقي عجبهم جدا جدا ما شاء الله في العزومة، تاكل وجميل. وعايزة اقول لكم كمان ان هو في سندوتشات للولاد كأنه بديل لانشون، يجنن. طعمه خطير وريحته جميلة بجد، لازم تجربوه. شايفين نص كيلو بس عمل كمية قد ايه. عايزة اقول لكم ان ده الرول الكبير بس، لكن اتبقى معايا الرول الصغير اللي انا كنت عاملاه، فكمية كبيرة بجد من النص كيلو بس. تقدري شايفة تعملي طبق يعني يشرفك بجد في العزومة. طعم جميل ومختلف، تحفة تحفة تحفة. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. ودي كانت بقى العزومة بتاعتي. حبيت اهو يعني اوريها لكم، يا رب تكونوا استفدتوا كده من الافكار اللي انا قدمتها حتى لو كانت بسيطة. بتمنى بقى يعني الدعم منكم والتشجيع والكلام كده الحلو، وتقولوا لي عجبكم انهي صنف من العزومة وهتطبقوه ولا لأ. ان شاء الله هستنى بقى كلامكم واللايكات الحلوة والاكسبلور الجميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكنت معاكم شيماء حسين، واسيبكم بقى تتفرجوا على باقي الاكل. باي باي.